adaptability and resilience. يعني ايه adaptability and resilience؟ انهي تكيف بس عشان انا بعرف في تكيف وتكيف. انهي تكيف؟ مش التكيف التاني بتاع الكيف يعني. هو ده تكيف، ده جزء من التكيف. ايه؟ لا ليجا انا بهزر. بفك السيشن بس. وهو ده المثال بتاعك بقى بتاع نوكيا اللي انا كنت هقوله هنا. بمعنى هي نوكيا ايه اللي حصل فيها؟ ايوه. ايه بقى كان ايه؟ ان هم صح، هم صح في هم ما راحوش بالظبط. لا مش الكاميرا، كان ده الكاميرا دي كانت كودك. ده المثال ده على كودك. الايه؟ الاندرويد. هو اتعرض عليهم الاندرويد في الاول اصلا، وقال لك ده برنامج اي كلام وملوش لازمه. والمثال التاني بتاع كودك، هم ما عملوش ادابت. هم شايفين ان هم مش شايفين، هم كانوا رقم واحد اصلا في الماركت في الوقت ده. حد كان انتوا ما حضرتوش ده، احنا الموبايلات اللي احنا كنا بنمسكها كلنا زمان كانت نوكيا يعني. وكان في تقريبا اريكسون وموتورولا اي بليف. ما كانش فيه بقى هواوي والكلام ده، ما كانش موجود اصلا في الماركت. صح كده؟ ما لحقتوش، ما تقوليش ان انتوا لحقتوا ده. يعني شويه ها. لا احنا بقى ما كان نوكيا ده كان بالنسبه لنا هو الليد ماركت، هو ده اللي كان ليد. بس هو فشل يعمل ايه؟ هو فشل اولا. هو حتى السي او بتاعهم في المؤتمر بتاع البيع بتاع الشركه قال لك we didn't do anything wrong, we just stopped developing. هم في لحظه معينه ما خلاص هو الكل سبق وعمل ادابت مع. هو عمل ادابت مع ايه؟ مع النيو تكنولوجي. في نيو تكنولوجي حضرتك. طب مين استفاد من النيو تكنولوجي دي؟ هو حضرتك انت جاي النهارده جايين في ايه؟ لا ابل اصلا هو اللي هو عامل نيو تكنولوجي. لا انا بكلمك في شركات بيزنسز حصل لها طفره في المبيعات بسبب ان هو استفاد من التكنولوجي. ماشي. طب هو لا انا بكلمك في كرييشن بيزنس اتكريت. هو انت زمان، برافو عليك اوبر، برافو عليك، هو ده المثال اللي انا عايز اقوله. هو انت زمان كنت تقدر تشغل على الموبايلات دي اوبر وتتصل وتجيب اصلا ما تقدرش مثلا على سبيل الانترنت كان موجود، كنت تقدر بتتصل من غير يعني تطلب من غير موبايل. انا بتكلم مينلي في بيزنس جديد دخل الماركت بانفستمنت كبير جدا بسبب انه قدر يستفيد. هو تكيف مع الوضع، هو شاف في نيو تكنولوجي داخله فقدر يستفيد منها ويعمل بيزنس اوبر وبعدين كريم واندرايف. صح كده؟ فانت كمان لازم تادابت. هادابت ازاي يا عمنا؟ هادابت ازاي؟ هادابت ازاي؟ او اب تو ديت، برافو عليك. الناس اللي اشتغلت، من الاسئله اللي بسالها دايما وانا داخل اي شركه، للاسف سن التيم اللي موجود ايه؟ بسال السؤال ده دايما. هل اعمارهم كبيره قوي؟ وبعرف الافشنسيز بتاعتهم قبل ما ادخل. دي حقيقه، لان ده مهم بالنسبه لي. لان غالبا مش دايما مش هيقبل التغيير، خصوصا ان انا هبقى رايح فاينانس. ما بقولكش ان انا ضعيف، بس انا مش داخل اتشالنج ذم، انا داخل احنا الاثنين عايزين نوصل لتارجت. فمن الاسئله اللي انا شخصيا بسالها لما يكون جاي لي بوزيشن مانجيريال، بسال على التيم. وما عنديش مشكله ان هم يكونوا كبار او صغيرين، مش تفرق، بالعكس الكبار مور اكسبيرينس. بس دايما الفريش بيكون عنده الريزيلينس او هو فليكسبل للتغيير وللتعلم عن حد بقاله سنين شغال بشكل معين. تمام؟